اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم أميرة سلامة، والنهاردة ان شاء الله هنعمل طبق الفريك القمر ده. الفريك طبعا مغذي جدا جدا وحلو جدا للناس اللي بتعمل دايت، لان نسبة النشويات اللي فيه قليلة جدا جدا عن المكرونة والرز والحاجات دي، فهو كويس جدا جدا للناس اللي بتعمل دايت. غير كده مغذي جدا جدا، طبعا لا غنى عن الفوائد بتاعته. شايفين شكله حلو قوي، هنعمله النهارده بكل سهوله. حلو ومفلفل وطعمه تحفه، وهو تغيير عن الرز والمحشي والمكرونه والحاجات دي. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. عندي هنا كبد وقوانص، طبعا الكميه اللي انت حباها. حاطه معلقه سمنه ومعلقه زيت، خليتهم يسخنوا كويس جدا جدا، وبعد كده نزلت بالكبد والقوانص بتاعتي. هخليهم بقى يتشوحوا كويس جدا. طبعا الكمية على حسب ما انت عايزة. كده قلبتهم اهو بعد ما خدوا لون، ما قلبش على طول عشان ما ينزلوش المية بتاعتهم. عندي هنا بقى توابل، فلفل وكمون وقرفة وبهارات فراخ، من كل حاجة نص معلقة صغيرة، ومكعب من المرقة. طبعا لو انتم متابعيني هتعرفوا ان انا بحب احط الحاجة كده تتشوح مع الزيت والسمنة الاول. التوابل بتطلع ريحتها وطعمها بيبقى حلو جدا. قلبتها تقليبة كده. هكون مجهزة معايا بقى حبة من البصل تكون كبيرة شوية، مقطعاها مكعبات. هقلبها بقى كويس تتشوح مع الكبد والقوانص كده. طبعا الفريك بالكبد والقوانص بيبقى طعمه تحفة. عامة الكبد والقوانص بتحلي اي اكلة. عندي هنا حبة من الطماطم برضو مقطعاها مكعبات، بس شايلة منها البذر بتاعها والمية. ممكن تستغنى عن الخطوة دي لو انتي مش حابة. هقلب بقى تقليبة كويسة. وطبعا لو انتي حابة سبايسي هتحطي قرن شطة حامي يكون مكعبات برضو، بيدي طعم حلو جدا. كده خلاص اتشوحت معايا كويس وتسبكوا مع بعض. هكون انا بقى غسله الفريك بتاعي كويس جدا 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 ومصفياه ونقعاه حوالي 10 دقايق اهو بالشكل ده. طبعا يا جماعه الفريك نقوه كويس جدا جدا، لان بتبقى في حاجات كتير مش مستحبه يعني، فخلي بالك وانت بتنقيه واغسليه كويس جدا. كده انا حطيته في الحله اهو. هقلبه بقى برضو وافضل اشوح فيه كويس جدا. قلبيه كده مع الخلطه. الطبق ده يا جماعه طعمه حلو جدا ومفيد جدا جدا، وتغيير للناس اللي مش عارفه تعمل اكل ايه النهارده. هو حلو جدا في العزومات طبعا، وزي ما قلت لكم مفيد. هو مفيد على الرز والمكرونه كتير جدا. هحط بقى الملح، وخلي بالكم من الملح عشان احنا حاطين مكعب من المرقه. وخلي بالكم برضو عشان انا هزود بشوربه، طبعا بتخلي طعمه حلو جدا، لكن لو هتزودي ميه عاديه خلي بالك من الملح. افضلي قلبي فيه كويس جدا بقى لغايه ما يتشوح ويبقى مفلفل معاكي كده عشان ما يعجنش منك، لكنك بتشوحي رز بالظبط. بصوا بقى شكله بقى عامل ازاي، كل الحبيبات اتغلفت بالزيت والسمنه كده تمام. طبعا انا معايا شوربه مغليه، انا بحب ازود الرز او الفريك او المكرونه والحاجات دي ميه او شوربه مغليه. هنا انا زودت اهو نفس اكني بزود رز بالظبط.
يبقى نسبة الشرب او المية اعلى من الحاجة بحاجة بسيطة. وهديله تقليبة واغطي عليه بقى لغاية اما يغلي ويتشرب معايا. شايفين هي اعلى من الفريك بحاجة بسيطة اهو. هغطي بقى لغاية اما يتشرب معايا. هنا بيغلي اهو، هديله تقليبة اتشرب معايا شوية اهو. يا جماعة بجد اللي مش هيجرب الطبق ده هيفوتوا كتير، طعمه حلو جدا جدا. وطبعا حشوة حلوة جدا جدا للحمام وللفراخ والبط. بس طبعا ما بنزودش الكمية دي كلها بقى، بنزود نص كمية المية دي بس عشان بيكمل تسويته في الحاجة اللي احنا هنحشيها. حشوة الفريك لا يعلى عليها يعني. هنا اتشرب معايا خالص اهو، نديله تقليبة كمان. شكله تحفة وريحته جنان. شايفين كده خلاص استوى معايا اهو. حابة تسيبيه لغاية اما ينشف خالص معاكي كده عادي زي ما انتي حابة. يا ريت لو وصلتي معايا للمرحلة دي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت تشجعيني بلايك وكومنت حلو منك. ويا ريت تجربوا الوصفات وتقولوا رأيكم في الكومنتات. شايفين شكله بقى. انا هنا كنت عاملة فراخ عادي سلقاها ومحمراها بقدمها معايا كده. طبعا ممكن الطبق ده يتقدم لوحده عادي جدا، ممكن فراخ لحمة اللي انتوا حابينه. شايفين بقى شكل الفريك مش معجن خالص، حلو جدا. الكبد والقوانص مستوية وهو مستوي، طعمه تحفة. لازم تجربوه. شايفين شكله والله طعمه احلى بكتير، ومن ايديكم هيبقى احلى واحلى. استنوني في وصفات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.